الخليط بتاعنا واحدة واحدة بيتمايل كده عليه. الله الله يا جماعة، تحفة. هنزل الخليط بتاعي واحدة 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 كده. أنا عايزة أغطي البرتقان كله. تمام، حلو قوي. النهاردة مش مجرد أكلة، النهاردة حكاية جديدة من مطبخ الحكايات. أكلة بسيطة من غير فزلكة. النهاردة هنعمل كيكة بشرايح البرتقان، تحفة وخفيفة وبطريقة سهلة جدا وبسيطة، وحقيقي بتشهي. يلا بينا نشوفها، يلا بينا نبدأ الحكاية. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ يلا بينا هنبدأ وصفتنا الجميلة. 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، هنضربهم كويس جدا. أيوة، أكتر أكتر. هنضربهم حلو، بس هوقف في النص يا جماعة عشان هحط السكر. أنا بحب أضرب بقى أكمل بالسكر. 1.5 كوب، 3 بيضات عليهم 1.5 كوب، ونضرب بقى ما نسيبهاش بقى، نديها حلو. أهم حاجة الخطوات الأولى للكيكة يا جماعة تتعمل صح. ضربناها حلو كده، لسه هنكمل ما تقلقوش. بكوين ايه؟ فانيليا. هنضرب بقى حلو 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 قوي لدرجة اللي انا ما احسش بالسكر تحت المضرب، احس الحاجة اللي انا بضربها بقت ناعمة معايا. جميل قوي قوي زي ما انتوا شايفين كده. بس نديها ضربتين كمان اضمن. ضربتين كده ابقى انا ضربت البيت حلو قوي وخدمته. هنعمل ايه بعد كده؟ 1 كوباية لبن دافية. يلا بينا. ونضرب تاني برضو حلو. نضربها كويس قوي لغاية لما تندمج كده مع الخليط، علشان ننزل دلوقتي بكوباية الزبدة والزيت. حبة حبة، الزبدة والزيت حبة حبة، ما ننزلهاش مرة واحدة زي ما انتوا شايفين كده. انزل واضرب، انزل كده واضرب. تمام، حلو قوي حلو قوي. هنزلها بقى كده خالص كلها اهوت، وهضربها بقى حلو. نضرب بقى، نضرب حلو، نتأكد انها ايه، اندمجت مع الخليط. تمام قوي. هبدأ احط الدقيق بتاعي. الكيكة بتاعتي اخدت 2.5 كوب. شوفي، بس هو بيختلف من دقيق لدقيق. وفضيت مع اول كوباية باكو بيكنج باودر كيك شيف. هنخله كويس قوي. على فكرة انا كنت نخلاه بره قبل كده مرة، دي تاني مرة انا بنخله معاكم في الكيكة. الكيك لما بتخدميه في انك تنخليه كويس بيديكي نتيجة حلوة قوي في الكيكة. تاني كوباية دي أول كوباية، بس أنا هضربها الأول حلو. تاني كوباية مش هحطها إلا لما أضرب أول كوباية كويس جدا. أيوة تمام كده. أحس إنها اندمجت كده مع الخليط كويس. الحاجة لما بتتخدم كويس بتديكي نتيجة برضو كويسة. دي تاني كوباية أهو بنخلها حلوة قوي. تاني كوباية دي يا جماعة أنا حطيت فيها رشة ملح، بس أنا نسيت أقول لكم. رشة ملح خفيفة. تمام. وأهو هنكمل ضرب تاني. هنضربها حلو قوي. هنضربها كويس كويس كده مع الخليط لغاية اما احس انها خلاص الدقيق دخل مع الخليط وبقى تمام. تمام قوي. حطيت نص كوباية، اخدت معايا نص كوباية. انت لو حسيتي الخليط لا محتاج زودي بقى معلقة معلقتين، ظبطيه، لان بيختلف من دقيق لدقيق تاني. بص كده الخليط بقى معايا تمام قوي. هنجيب الصينية بتاعتنا وحطيت فيها معلقتين كبار سمنة فلاحي حلوة قوي ودهنتها. دي بقى الخطوة دي مهمة جدا. 3 4 معالق سكر سنترفيش أبيض. هنرصه في الصينية كلها، مش هسيب حتة ما فيهاش السكر. هنعرف دلوقتي ليه. هنرصه كويس قوي 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 كده. حطي ما تقلقيش خالص.
هنفرش الصينية بتاعتنا بالسكر حلو قوي، ويا ريت يكون سنترافيش ابيض، بلاش السكر الغامق. ويلا بينا بقى البرتقان بتاعنا هنرص بيه الصينية حلو قوي كده اهو. ويلا بينا بقى الخليط بتاعنا واحدة واحدة بيتمايل كده عليه. الله الله يا جماعة، تحفة. هنزل الخليط بتاعي واحدة 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 كده. أنا عايزة أغطي البرتقان كله. تمام، حلو قوي حلو قوي. طبعا الفرن بتاعي أنا مشغلاه من أول ما بدأت أشتغل الكيكة. تمام قوي كده، ههبتها هبتتين كده نطلع الهواء ويلا بينا على الفرن. الله يا جماعة، شوفوا الكيكة طلعت معانا تحفة ازاي، خطيرة. وزوقناها في الآخر كده بقى بشوية رمان كده يدونا شكل لذيذ. الكيكة طلعت طرية وخطيرة، والبرتقال مديها لذة حلوة جدا، والسكر اللي احنا حطيناه داب وخلى البرتقال بتاعنا ما يلزقش. طلعت معايا تحفة. متاح ليكم تعملوا أي فاكهة انتوا بتحبوها مع بقى كوبايتين شاي كده. الله علينا مزاج بقى يا جماعة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى تجربوها، وأتمنى تبعتوا لي رأيكم إيه. وأهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك. كانت معاكم سالي محمد.